بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم كل السادة الحضور الموجودين. اليوم مقابلة في الجولة الثانية للإياب تجي بعد فترة متاع راحة ونوطنية ماتش الاكستيريور. كانت أول مصافحة علينا مع الجمهور متاعنا على الميدان بعد فترة خذينا فيها شوية وقت باش نجمو نخدمو ونحاولو نحسنو بعض النقائص اللي كانت موجودة الحقيقة ما نخبيوش في الفريق في الفترة اللي قبلها. من جملة الحاجات نحكيو على المجمل كون اليوم شفنا اللي بالضروري لازمنا كيما نعرفوا نيغوسيو ماتش على الاكستيريور اليوم دوميسيل لازمنا نتعاملوا كيما يلزم مع المباريات خاصة في مرحلة الإياب. كل نقطة مهمة بحسابها اليوم لازمنا نستغلوا عمل النهار كيما يلزم ونستغلوا الجماهير بتاعنا واللي هي نقطة قوتنا باش نجموا نبلغوا الجو وكلنا هي سندنا وكلنا مصدر تعاطيفنا. كما حكيت المرة اللي فاتت بعد المقابلة الأولانية كنا متشوقين باش نشوفوا مدى جاهزية الفريق بتاعنا وكيفاش باش نجموا نكونوا على الميدان، وخاصة بالنسبة للأفكار اللي حطيناها وطريقة اللعب اللي نحاول نلعبوا بها وأكثر منه على جانب النجاح نحاول الاستمرار. المقابلة الثالثة للأسف الناس الكل شفنا اللي أرضية الميدان ما كانش تسمح باش نجموا نوريو كورة اللي احنا نبنيو عليها واللي احنا قاعدين نخمموا باش نوصلوا لمستوى معين للفريق. اليوم لي كونديسيون تاع التيران ماهمش باراي كيما الجمعة اللي فاتت. اليوم نجموا نحطوا كرة في القاع، نجموا نلعبوا كورتنا كيما نحبوا، نجموا نوظفوا الأفكار بتاعنا. يمكن اليوم النقطة الإيجابية الكبيرة اللي خرجنا بها اليوم اللي فما بون أبليكاسيون مع اللاعبية بارابور لطريقة نتاع اللعب اللي حطيناها اللي خذنا الموكلي بتاعنا اليوم كان واقعي. كنا نجموا معناها نلعبوا في العادة بعد ساعات نصنعوا حجم لعب كبير وفي الاخر ما نقدروش باش نجسموا. اليوم يمكن النقطة الإيجابية الكبيرة نجموا نحطوا عليها سطرين اللي هي واقعية. اليوم شفنا نادي إفريقي واقعي وفعال في استغلال الفرص بالرغم كامل هي اللي ضاع نتاع الفرص. يمكن هذيك هو نقطة سلبية نحكيو فيها فيما بعد. والله الحقيقة بالنسبة للنتيجة كنت متوقع مش نحكي النتيجة مع احتراماتنا للنجم الساحلي فريق كبير. اليوم مباراة كلاسيكو قلت أنا حتى قبل المباراة ما تخضعش الأحكام مصادفة مهما كانت نتائج زي الفرق الاثنين، لكن بالنسبة لنا نحن نحكيو كفريق قاعدين نخدموا على المستوى الهجومي الهجوم. الفترة اللي فاتت الكل يمكن برشا ناس نعرف اللي فما ناس قاعدة تتبع بالبال وفنيين وخيال ولا فما ناس عندها خبرة طويلة في الميدان تشوف اللي احنا قاعدين نخلقوا في الفرص وخاصة قاعدين نحاولوا نكونوا متواجدين أكثر ما يمكن في المناطق الأمامية باش نجموا نسجلوا أكثر ما يمكن أهداف. اليوم يمكن احنا البوان هذايا والاكسنتوي يلزمنا نترجموها بالنسبة للفرص اللي قاعدة تجي إلى الأهداف. اليوم نشوفوا مثلا على المجمل نتاع المقابلة على المستوى الهجومي كنا الحقيقة بدينا المقابلة نتاعنا كما يلزم، خلقنا الفرص سيطرنا من الأول كما يلزم، عملنا وطن باهي في 15 دقيقة الأولى جاتنا فرصتين كنا نجموا نسجلوا منها أهداف ما سهلش ربي. حتى على المستوى الدفاعي فما نسبة رضا تتجاوز معناها 3 أرباع بالنسبة للخدمة نتاعنا على خاطر شفنا الفريق المنافس ما خليناش يمكن باش يسهل علينا أخطار رغم اللي في الشوط الأولاني فما غلطات بعد ساعات هذوما يمكن نقاط اللي يلزمنا نصلحوهم وكلها فما دي مومون يلزمك تسجل وحتى ما تسجلش ما نعطيوش ليك هدول. الفرصة الوحيدة اللي جات الفريق المنافس كانت يكون احنا سبب فيها. هذه يمكن من النقاط اللي قاعدين ديما نحاولوا نتفاداو. بعد بالنسبة لنا احنا قعدنا راكزين قعدنا في المباراة نخمموا ديما باش نسجلوا باش نترجموا الأفكار نتاعنا إلى أهداف. اليوم كيف ما قلت لك اللي حاجة باهية اللي فما الأفكار اللي قاعدين نخدموا عليها في التمارين قاعدين نطبقوا فيها والأهداف اللي تسجلت يمكن هذايا نعرفوا بالبداية احنا اللي فما دي زاكسيون قاعدة تتعاود في ليزونترينمون واليوم فما ابليكاسيون ان شاء الله معناها من مقابلة لمقابلة نكونوا خير. لازم نعتبروا ماتش ريفيرونس هذايا بنيات ريزولتا لازم ماركا هادريك حتى اللاعبين كانوا شويه يكون عندهم ماتش كبير وماتش تحت تصفيات هذايا نصف الماتش نحسبوا ريفيرونس باش نخدم عليها في الاخر اللي يقول وصلت في كرة القدم يكون غلط، يعني نجم يكون مباراة مرجعية بالنسبة للملعب بتاعنا لكن نسبة الرضا بتاعنا عمرها ما تكون كاملة 100%. بالنسبة لنا نحن كإطار فني حتى مباشرة مع المباراة فما جوانب كنا راضيين عليها معناها نسبة عالية وفما جوانب ما كناش راضيين عليها. نجم نقولها النقطة معناها الواضحة اليوم الكم الهائل اللي ضاع نتاع الفرص في الشوط الأولاني فرص معناها ساهلة على التسجيل وقت اللي يلزمك تكون فاكر وتدخل المقابلة نتاعك وتجيك الفرصة نتاع تسجيل الهدف الثاني وعلاش لا الهدف الثالث ومن بعد نجموا نجيروا المقابلة نتاعنا كيما نحبوا احنا وبعض في بعض الأوقات معناها تكلف الإداري نجم تخسر. اليوم شفنا اللي احنا
بعد قعدنا في الدور دوزيام مونتان تاع الدوزيام ميتون ما كناش مرتاحين إحقاقا للحق. ربع ساعة الأولانية تاع الشوط الثاني دخلنا شوية في الدود، لكن من بعد حطينا الكرة في القاعة معناها نسيسي باللي شجنون عملناهم، وحتى معناها بالفكرة باش نحاولوا نلعبوا كورتنا اللي احنا نحبوها ونخلقوا أكثر ما يمكن فرص. ومن بعد في الآخر نتصور نسبة للمجهود الكبير اللي عملناه فما على الأقل استحقاق نتاعنا 3 نقاط. حاجة بركة نحب نكمل بها اليوم. الهدف الوحيد في المجمل نتاعنا في المبتغى نتاعنا كونه الربع النادي الإفريقي فريق فعال. اليوم نكونوا أكثر واقعية. فما وقت شفنا ملعب راس معناها يشهد حاجة لعب كبير تخلق برشا فرص، لكن في النتيجة ما تكونش إيجابية. اللي يمكن يتبدل شوية في النادي الإفريقي واللي نسعى احنا باش نبدلوه أكثر ما يمكن. يكون الفريق فعال ويحاول يكون أكثر واقعية في وقت اللي يكون مباريات يلزم ما تساومش فيها، يلزم تسجل أكثر ما يمكن من الأهداف باش تنجم تكمل مباريات مرتاح. اليوم تعاملنا بالموجود كلنا على خاطر يمكن ثم رضا والنسبة العالية نتاع الرضا نتاع اللاعبين الموجودين كما يلزم. شفنا اليوم يمكن الناس ما تعرفش التراصيل البشري نتاعنا كل جمعة عندنا غياب ولا سنين من اللاعبين عندهم وزنهم بصراحة. ثم لاعبين اليوم حتى على بنك الاحتياط كانت حتى في تغييراتهم منزومين بوقت يمكن الناس ما تعرفوش هذا. ثم اللاعبين ما نجمش تلعب أكثر من 30 دقيقة نسبة لرجوعهم من الإصابة. ثم اللاعبين اللي التحقوا بنا مؤخرا حتى في الجاهزية البدنية ما هماش في الدور. دونك نتصور في ميزور مع قدم الايام وباكثر خدمه نحن باكثر ريبير وقت التراصيل البشري تاع النادي الافريقي يكون متاح كامل على ذمتنا. نتصور ان شاء الله بقدره ربي باش تكون المرج تاع البروجريسيون ان شاء الله كبيره للفريق. رغم اللي الدفاع ما كانش بريسيون كبيره. لكن سامحني نطلب سؤال خاطر فما زملاء ما سالوش ما تشوفنيش. كوتش شفنا رصيد حكيت على الرصيد البشري، وكان الرصيد البشري تاع الكلوب اصبح ثري والاماكن ولات غاليه في الكلوب. يظهر لي حاجه انتم خدمتوا عليها برشا وشفنا برشا روح حقيقه في النادي الافريقي. هذا حاجه تغيرت وشفنا الاداء تغير. اكيد يبدا فما روح الاداء يمشي بسبب كوتش. صحيح. بالنسبه للرصيد البشري احنا كنا معناها نمشيو بالمعادله نتاع يتوفروا لنا احلى الحلول ونحطوا في الديفيديو نتاع الاشواء. نختاروا واحد شكون يكون موجود وشكون يلعب يركض ويبدا ما عندناش حلول جمله واحده. يعطيني انا اللاعبيه وبعد بالنسبه لنا نحن نخلقوا المناسبه وسيبقى الغاية شوازير شكون باش يبدا ولا شكون باش يكمل ولا شكون باش يكون موجود. احساس بالمسؤوليه هذايا والتنافس اكيد باش يخلق ديما تحسين في المستوى بالنسبه للاعبين اللي قاعد تلعب. بالنسبه للروح والانضباط نتصور عندنا مده قاعدين نخدموا على الجانب هذايا. ما فماش الحقيقه بالنسبه للاولاد حتى تراخي على المستوى هذايا. ديما الروح موجوده. قلت لك يمكن النقطه الوحيده اللي قاعدين نخدموا عليها وان شاء الله اذا كان نوصلوا معنا نحسنوها كما يلزم اللي هي الواقعيه. وقت يكون الفريق واقعي وفعال اكثر ما يمكن مع الروح اللي حاضره والابليكاسيون في الاخر بنجم تتجازى كان نتائج ايجابيه. كوتش تريبلي الشواط كيتي كونفيرمي مره اخرى الفورمه اللي قاعد يتعدى بها ويأكد هو المواجهه مفتوح في اليوم يمكن التاكيد مره اخرى يجي من عند فراس اللي كما قلت انت بالنسبه لفراس شواط اليوم اثبت عن جداره اللي هو المهاجم الاولاني رقم واحد في تونس. ما كناش عندنا شك في هذا. يمكن ان من المقابله الاخرى ياكد القيمه والكعب العالي بتاع فراس. بعد تبقى لنا نحن البوزيتيف اللي قاعدين نخدموا عليها. احنا وقت يكون عندك مهاجم رقم واحد في تونس وبالثقل بتاع فراس كيفاش تنجم تستغله خاصه في المنظومه نتاع اللعب نتاعك. اليوم هذه يمكن اكثر اكس قاعدين نخدموا عليه وهذا قاعد يلقى معناه في تجاوب ايجابي مع فراس. فراس بخلاف كونه هو الهداف فراس يخدم للمجموعه يعرف يتعامل بالباهي مع الكوره وقت اللي تكون في وضعيات مختلفه. بالنسبه لنا نحن ما نخبيوش اللي لعبنا معناها نسبه لوجود فراس يكون فما في طريقه معينه. بعد فما توتو ليكيب تخدم ورا فراس باش تخلي فراس يكون فعال ويسجل الاهداف بالطريقه هذيا. بالنسبه لنا نحن نعاودوا كل هو نقطة إيجابية ومن حسن حظنا وجود فراس شواط في الفريق. لكن زاد من حسن حظ فراس اللي فما فريق قاعد يخدم وراه باش يخليه يظهر بالوجه هذايا الباهي. إن شاء الله ربي يوفقه.